واخيرا فاينل بارت من اوضه ملك. الخطوه اللي كانت ناقصه هي الستاير. طلبتها اونلاين من بيج ابجريد واتصدمت لما لقيت ان الدرجه جت بالظبط زي ما انا عايزه. ده البلاك اوت اللي هيتحط تحتيه. ما انكرش انها كانت خطوه جريئه قوي مني ان انا اطلبها اونلاين، بس ما كانش عندي وقت خالص ان انا انزل ادور، وانا طلبت منهم قبل كده وعارفه الكواليتي بتاعتها. اخترت انا وملك الطبقه الاولى تكون شيفون، واخترناها وحته بيضه وحته اللون اللي انتوا شايفينه ده اللي انا مش عارفه اسمه. سيبي ايديك. وده بالظبط الفاينل اللي انا كان نفسي فيه. والستاير من اكتر الحاجات اللي بتدي شكل حلو قوي لما بتتعمل صح. تعالوا بقى خد كتور في تفاصيل الاوضه. بما انها اوضه بنات فحبيت ان انا اعمل لهم دولاب الاكسسوارات ده عشان ياخد كل الاكسسوارات بتاعتهم دلوقتي ولما يكبروا. وعملت حسابي على مكان كمان للتوك وحاجات الشعر اللي دايما البنات بتحبها. عملت البلاكار للسقف عشان يكون في مساحه للتخزين. الضرفه دي بقى كانت حلمي وانا صغيره. عملت ضرفه مخصوصه للفساتين واللبس التنكري عشان نرجع لها لما يكون عندنا مناسبه. كنت محتاجه مكان زياده احط عليه جزم ليلى. الجزمه بقى دي من براند مصري اسمهم الفن، وهي منقذتي. عندي اكتر من واحده في البيت بتاخد كميه جزم كبيره والخامه بتاعتها خطيره. ومع حطة الجزامه دي ما فضلش غير حاجتين بس هما اللي ناقصين، اغير الشلته الخضرا دي واجيب طقم لحاف بناتي الاستريريه. بس انا فخوره جدا باللي وصلت له، والاوضه دي بقى ليها معزه كبيره قوي في قلبي عن اي مكان في البيت، لان كل ركن فيها معمول بحب.